إلى تحت وتضع لايك أو إعجاب وتكتب تعليق. لأنني سوف أعطيك طريقة جميلة جدا، وهي أنني سوف أعطيك الجملة في الماضي القريب، ونفس الجملة سوف نركبها في الماضي التام. بالنسبة للماضي القريب فهو فعل لحظي يحدث في الماضي وينتهي في مدة وجيزة. أما بالنسبة للماضي التام l'imperfetto فهو أقول هنا غالبا وليس دائما، غالبا هو فعل يحدث في الماضي ولكن في مدة طويلة. سوف أعطيكم مثال وهناك تقنية سوف تسهل عليكم بشكل كبير عندما مثلا تريدون أن تحلوا هذا المشكل متى تضعون. بالنسبة للإمبرفيتو مثلا كنت أفعل، وبالنسبة للباساتو بروسيمو فعلت. هنا هاد كنت أو كان يفعل أو كان يخرج أو كنت أخرج. عندما تكون تسبق في كلامك بالعربية كنت، أو مثلا عندما لا تكون كنت أو كان تأتي فعلت مثلا وحدها أو خرجت وحدها، تعرف أنه الباساتو بروسيمو عندما تريد أن تترجم. أعطيكم مثال مثلا هنا مثلا خرجت، ليست هناك كنت، إذن سوف نضعه في الباساتو بروسيمو. إذن sono uscito ieri sono uscito، وذلك الفعل كان لحظي، خرجت في تلك الساعة. أما مثلا في الماضي التام سوف نقول كنت أخرج. هنا سبقت كنت أخرج كل صباح مثلا. uscivo ogni mattina، هذه تحيل إلى التكرار، ولكن أنت لاحظ كنت أخرج. إذن uscivo ogni mattina. خرجت ليست هناك كنت، خرجت يعني خرجت وانتهى ذلك الحدث. المهم أعطيكم مثال آخر. مثلا نريد أن نقول البارحة بحثت عنك. حاول أن تترجم أنت البارحة بحثت عنك. إذن في ماذا سنضعها؟ أحسنت، بحثت، ليست هناك كنت أبحث، بحثت. إذن ieri ti ho cercato بحثت عنك. أما مثلا لو أردنا أن نضع مثلا في الماضي التام l'imperfetto كنت أبحث عنك. كنت هنا لاحظتم كنت أبحث عنك. إذن ماذا سنقول؟ كنت أبحث cercavo أبحث عنك cercavo. ولكي مثلا تلاحظ بأن الفعل طال في الزمن سوف نقول cercavo da ieri، من البارحة وأنا أبحث عنك، يعني واحد المدة في الماضي خضع. cercavo da ieri. مثلا أريد أن نكمل مثلا هذه الجملة، نقول مثلا لأنني كنت هنا كذلك كنت أريد. إذن كنت أريد verbo volere، ولكن في الماضي التام أحسنت volevo. كنت أريد volevo. أعطيك نقودك per darti ولا darti e tuoi soldi. إذن قلنا كنت أبحث عنك من البارحة لأنني كنت أريد أن أعطيك نقودك. ti cercavo da ieri perché volevo darti e tuoi soldi. لاحظتم؟ سوف أعطيكم كذلك جملة أخرى. أريد أن أقول مثلا كان لدي كلب. كان لدي. إذن هنا في ماذا سنضعه؟ كان لدي جيد l'imperfetto. إذن لدي هي avere، verbo avere لدي. إذن verbo avere في l'imperfetto هي avevo. أحسنتم، avevo un cane. وإذا أردنا أن نضع مثلا في الباساتو بروسيمو الماضي القريب مثلا سوف أقول مثلا يا إما مثلا l'anno scorso il mese scorso أي شيء مثلا ليعطيك مثلا مدة محددة في الماضي.
يا إما مهم يوم أو ساعة أو في شيء يشير إلى أنك ذلك الشيء وقع في يوم محدد أو في ساعة محددة أو مهم تحدد في الماضي. إذن لاني حصلت هنا، حصلت لم أقل كان لدي، حصلت هي بالنسبة لحصلت راه هي لدي، عندما أحصل على شيء فيصبح ملكي، يصبح لدي. إذن حصلت وافوتو هنا الباساتو بروسيمو، افوتو هي الفيرب افيري مع الفعل المساعد اللي هو افيري كذلك، وافوتو un cane هنا حددنا لانو سكورسو وافوتو un cane، حصلت على كلب، يعني حصلت عليه في تلك اللحظة في تلك السنة مثلا، لاحظتم. أما هنا كان لديه هي أنه كان لديه مدة طويلة في الماضي. ننتقل إلى جملة أخرى لتفهموا بشكل أفضل. نريد أن نقول مثلا أخذت القطار الأحد. أخذت هنا كما لاحظتم أخذت جيد ولا أتكلم، أحسنت. ليس هناك كان، لم ترتبط أخذت، ماشي كنت أخذ، أخذت. إذن بساطة براسيم، أحسنت. وهنا كذلك هنا الأحد تحدد لك في الوقت المحدد بالضبط في الماضي. إذن ماذا نقول؟ أخذت، جيد. ho preso il treno domenica للأحد، ho preso il treno domenica. نريد أن نقول مثلا الرحلة في القطار استغرقت مثلا. هنا استغرقت، ولم أكن لا أريد أن أقول كانت تستغرق، استغرقت الرحلة، استغرقت. إذن ماذا؟ البساطة. إذن الرحلة استغرقت 3 ساعات، هنا استغرقت، لاحظتم؟ لم أقل كانت تستغرق، استغرقت. إذن استغرقت سوف نقول الرحلة il viaggio استغرقت دوراتا أي هنا لاحظتم أن التصريف في الماضي القريب باساتو بروسيمو، هنا أي ديال الفيربو إيسيري هو الفعل المساعد هنا، دوراتا فيربو دوراري هنا يستغرق. إذن نريد أن نقولها في الماضي التام l'imperfetto. إذن ماذا سوف نقول؟ نريد أن نقول كنت آخذ القطار كل أحد. كنت آخذ القطار كل أحد. إذن أحسنت. إذن نريد أن نقول كنت آخذ، ما هي في l'imperfetto؟ prendevo كنت آخذ prendevo القطار il treno. هنا كما تلاحظون كذلك هذا المساعد يحيلك أن التصريف سيكون في سميته هو أوني. في الفيديوهات السابقة أشرت إلى هذه العلامة أوني دومينيكا كل، يعني هذا الحدث يتكرر في الماضي، أنني تناخذ آخذ القطار كل أحد، حدث يتكرر كل أحد، أنه يتكرر مدة طويلة. هذه كذلك من الأمور التي تستخدم فيها l'imperfetto. نذهب مثلا إلى نكمل نفس الجملة، نكمل مثلا ونريد أن نقول كانت تستغرق الرحلة كانت، هنا كانت تستغرق، ليست كالأول تستغرق الرحلة، كانت تستغرق الرحلة 3 ساعات. إذن كانت تستغرق، إذن l'imperfetto، إذن تستغرق هنا فيربو دوراري في l'imperfetto durava il viaggio durava هنا هي الرحلة durava il viaggio durava 3 ore. كانت الرحلة كل الأحد الذي أخذ فيه القطار، كانت تلك الرحلة دائما تستغرق، كانت تستغرق 3 ساعات. جيد. أحس أن الغالبية فيكم يعني لاحظ الفرق، خصوصا عندما أعطيتكم تلك التقنية التريك ديال أنك عندما تجد كنت وتجد مثلا لا تجد معها كنت، كثرة الأمثلة تجعلكم تفهمون أكثر. المهم بالنسبة للحالة التي لا تستخدم في هذه القاعدة ستكون في الفيديو القادم، وكذلك والتمرين جميل جدا، وسوف يعني يبرهن لك هل فعلا أتقنت وفهمت أم لم تفهم. أراكم في الفيديو القادم، لا تنسونا من دعمكم ودمتم سالمين.